الحزن والسواد تتشح به جدران نادي الكرخ الرياضي بعد رحيل كريم الخصال وزكي النفس الأب والمعلم المدرب كريم سلمان، حيث باشر الفريق أولى وحداته التدريبية بقلوب ملؤها الألم والحسرة، ما يعطي حافزا للجهاز الفني بتقديم الأفضل من حيث النتائج والإنجازات كجزء من العرفان ورد الجميل للمدرب الراحل. بالنسبة لي خسارة شخصية كبيرة، لأن كريم بمثابة أخ، يعني مو صديق، هو أخ. الفريق لازم يستمر. لو بيدي اخذ قرار يعني حداد عليه ما نلعب، ولكن اكو مصلحة بلد واكو مصلحة دوري واكو مصلحة العامة لازم تتغلب يعني على كل مشاعرنا وعواطفنا والمواقف الشخصية يعني. فالفريق لازم يستمر، لازم ينهض ولازم يستمر، واحنا عندنا ثقة كبيرة بأحمد جبار ومدرب الحراس حسين، وعندنا ثقة كبيرة باللاعبين. إن شاء الله يكون رد فعلهم إيجابي حتى فقط يعني هو يرتاح في قبره، لأن أنا متأكد يعني روحه يعني متعلقة في بيته ويا عائلته وفي نادي الكرخ مع فريقه، فكنا لازم ننهض يعني، لأن المصيبة كبيرة. مهمتي صعبة بصراحة وياهم، يعني نخرجهم من الجانب النفسي اللي يعيشوه حاليا، الحزن الكبير اللي يعيشوه، وبالتالي عندنا مباريات صعبة جدا. وبصراحة رحيل كابتن كريم يعني ألمنا، يعني ما أقدر أشوف صورته بالملعب ما أقدر أشوف صورته بالملعب، بس بنفس الوقت يعني هاي سنة الحياة لازم تستمر. إن شاء الله إن شاء الله إنه نتكاتف ونلعب من أجل علاء، يعني ويفتخر، نخليه يفتخر بينا وهو يم رب الكريم إن شاء الله. اللاعبون رغم ما يمرون به من عامل نفسي صعب، إلا أنهم عازمون على تقديم مستوى يليق باسم الفريق في الجولات القادمة تكريما لروح الراحل، فهو يبقى الغائب الحاضر في قلوب أبنائه. إن شاء الله عازمين هذا الموسم إنه يكون هذا الموسم موسم يعني صار الحمل حملية مثل ما نقول، مع احترامي واعتزازي بشعار نادي الكرخ، لكن هذا الموسم إن شاء الله يكون شعارنا كابتن كريم، إنه نطبق مثل ما كان هو، كأنما كان موجود ويانا، كأنما موجود هسه ويانا كابتن كريم. إن شاء الله نحاول إنه نقدم شيء هو يفتخر ويعتز به إن شاء الله، لأن إحنا نحاول إنه كنا لاعبين نلعب إله والنادي. اليوم أول وحدة تدريبية بعد الحداد، إن شاء الله نكون عازمين على تقديم شيء يليق باسم كابتن عبد الكريم سلمان. إن شاء الله راح نلعب الدوري من أجل اسم كابتن عبد الكريم سلمان، نرفع اسمه إن شاء الله ونحقق شيء يرضيه هو يعني في قبره. جميل أن تتجاهل حزنا عميقا بداخلك وتجعله منهجا ودرسا لطريق الإنجاز، فحاول أن تضع من حالة الانكسار بداية لمشوار جديد. الحزن على فراق الأحبة قد يتحول إلى عامل إيجابي يحفز اللاعبين على تقديم هدية الأداء المميز لروح مدربهم الراحل. من نادي الكرخ الرياضي، أنور صباح، العراقية الرياضي.